صباح الخير. لسه صاحي النهارده. سبايدر مان النهارده. هعمل فلوج. اخيرا هعمل فلوج من غير بقى ما اقعد اكتب سكريبت واقعد اقراه. هطلع شخصيتي الحقيقيه بقى، هطرش عليكم حقيقتي. طبعا هاني جاهز من امبارح. يلا بينا نشوف هنعمل ايه في اليوم ده. انا معرفش الناس على اليوتيوب يعملوا فلوجز ازاي. انا متعود الفلوجز بتاعتي تكون كده بالشكل ده، لكن كده ما اعرفهاش. فهنشوف الدنيا ماشيه ازاي. يلا بينا نبدا بقى ونعمل قهوه مع اني ما بحبهاش وبتوجع لي بطني، بتجيب لي اسهال، بس اعمل ايه؟ انا لازم افوق. الميه ما بتسخن دلوقتي وهعمل لكم احلى فلوج على طبيعتي عشان تعرفوا ان الواد ده ما عندوش حياه اصلا. انا متحمس قوي للفيلم، والمشكله ان الناس بداوا يدخلوا السينما ماشي، وبداوا ينزلوا ستوريز، بداوا ينزلوا بوستات، بداوا يتكلموا، وانا بقى مش عارف اعمل ايه بعيد عن السوشيال ميديا. تعالوا نعمل قهوه نفكنا من الكلام ده. ركزوا معايا بقى عشان انا مش هعيد الفيديو ده تاني. نجيب قهوه سلاسه التحضير ونحطها هنا، واحده كمان عشان ايه النهارده انا مش هنام. بنجيب سكر، بس انا بحب احط السكر البني. خلاص هم اخر حبه اصلا اعتقد. الطباخ الشاطر مش بتاع بقى معيار والجو ده، لا هو بالحب. يعني كنت زمان اطلع على التيك توك اعمل فيديوهات طبخ واعمل اكل بقى يا لهوي، راح فين ادهم ده؟ يلا اتكل على الله. الحمد لله كان مقرف. التركايه بقى بتاعتي فين الكاميرا اهي؟ هي راحت فين التركايه فين؟ ملح البحر. جيبوا كده ملح البحر ده ونقطة بسيطة جدا، يعني ايه بنشاية كده اهي بس، يعني نقطة تانية بسيطة جدا. بس كده خلاص، يعني ايه عقلة صباع كده. بعد كده نجيب الأسلحة بتاعتنا. البتاع ده انا عارف الكومنتس كلها هيكون جبت البتاع ده منين؟ معرفش والله، ماما اللي جابته، فمحدش يتعب نفسه بيسأل. ونديله بقى ايه، هنبدأ نعمله كده لحد ما يبقى ايه، ما يبقى فوم او كريمي او حاجة زي كده. بصوا بقى انا بحبها لما يكون فيها شوية اسبريسو من تحت وفوم من فوق، فده مش اسبريسو يعني، بس انا عايش الدور بقى ايه. تعالوا نعمل الخطوة التانية، يلا بينا. ده حليب مكثف محلى معمول في البيت، عشان انا بعمل فيديوهات يعني، والجو ده يبقى معايا فلوس؟ لا خالص، ده انا بشحت، الفيديوهات بتاخد مني فلوس. حبة صغيرين، بصوا قد ايه، بس كده يعني معلقة. شوية تلج كده ماشي. نحط اللبن بتاعنا، بعد كده هوبا القهوة. وديني على بيت ابن خالتي يا حبيبي. نديها بقى التقليبة المتينة عشان ناخد الكوندنسد ميلك من تحت. وهي دي طريقتي لعمل الاسبانيش ايس كوفي، السولتد اسبانيش ايس كوفي. 10/10. تعالوا بقى ايه اوريكم فطاري يا ولاد. بسكوت العيد، انا لسه قاعد باكل فيه من العيد اللي فات. بجد بحب قوي كده اجيب البسكوت وغمسها في الاسبان. لا بهزر. هو انتوا قاعدين ليه؟ يومي بيبتدي دايما على اللابتوب، يعني صراحة بصحى اشوف الايميلز اللي جات لي، يمكن شركة من الشركات اللي انا بعت لهم تكلمني ولا حاجة، بس ما حدش كلمني، عاملين لي جوستنج، حتى الريجكشن مش بيبعتوه، مستخسرينه فيا. يلا ربنا ينتقم منهم. فخلاص فكك من ده وتعالوا نشوف الورك فلو بتاعي كإنسان يوتيوبر. اول حاجة بعملها اللي انا بكتب السكريبت. طبعا الناس بتقول لي يا ادهم، انت بتقول اللي انت على طبيعتك، وبتقول اللي في قلبك، وبتقول اللي بيجي في دماغك على طول. طب انت بتقرا ليه من السكريبت؟ هقول لهم يا جماعه انا عندي فرط حركه، تلاقيني في جمله واحده قلت 3 مواضيع من كتر ما انا بفكر فيهم، 3 بقولهم في نفس الوقت. فعشان ارتب الدنيا هو ده الكلام اللي انا بقوله، يعني حتى النكت اللي انا بقولها كاتبها. فيعني عشان ارتب افكاري، عشان اعرف انا بقول ايه وامتى وازاي، عشان ما تلاقوش نفسكم تهتوا. حتى افتحوا الفيديوز القديمه بتاعتي دي كلها كانت ارتجال. شوفوا الفرق بينها وبين الفيديوز بتاعت دلوقتي،
كلام مترتب ومفهوم. بعد ما اعمل السكريبت بقعد اصور الفيديو ماشي، وبعد كده بعمل له اديتنج. تعالوا اوريكم البرنامج اللي بستخدمه اسمه ايه. هو ده البرنامج بجد حلو قوي وبسيط، بيقطع، بيحط تكست من فوق، بيحط موسيقى، بيعلي الصوت، فيعني هو حلو. انا راضي، هو ده اللي انا عايزه، مش عايز انا اعمل فيلم. بس تعالوا بقى نعمل بروجكت جديد. نعمل بروجكت جديد من هنا، بروجكت جديد، يلا نعمل الحلقة الجديدة. بجد انا بحب الفيلم ده قوي. انتوا عارفين ان هو محجوز اسبوع قدام من قبل ما ينزل؟ يعني السينمات كلها في مصر مليانه لمده اسبوع. وحجزت الحمد لله يا رب. مكتوبالي ان انا اكون من الناس المبشرين هم الفيلم اول اسبوع. لكن الثلاثه بيجمعهم رابط واحد بس، وهو الفقط. الثلاثه فقط حاجات عزيزه جدا. سامعين الصوت؟ عشان بتقول لي الصوت ادهم واطي، صوتي ادهم مش سامعين اهو. سبيكر باظت. الحاجات دي بتتفتح في الافراح. صديقه العزيز هاري وهو بيحاول. محدش بقى يقول لي الصوت واطي، مش الصوت مش واطي. تاني سبايدر مان. انت بتعملوا سبسكرايب اصلا ولا عشان تتأمروا عليا؟ وده فقد حاجه تعصب يعني. فقد عمه. تالت سبايدر مان وهو الفنان الحالي توم هولاند، وده مش زميل، ده تربطني بيه صلة قرابة مش هقول لكم عليها حرصا على الأخصائية. ايه الخصوصية. مين ده؟ حاجة غريبة كده يا ولاد والله. الله يكون في عونكم عليا، أجركم الله مني. الفقد أكتر ما أفلام الأبطال الآخرين. لو تاخدوا بالكم من سبايدر مان كفيلم بيركز على نقطة الفقد، وده عكس الأفلام الأبطال الخارقين خالص. يعني الرسائل اللي فيها بتكون خفيفة شوية. لو تاخدوا بالكم إن سبايدر مان كفيلم بيركز على نقطة الفقد قوي. لو تاخدوا بالكم إن سبايدر مان كفيلم بيركز على نقطة الفقد قوي، وده عكس أفلام الأبطال الخارقين التانيين. يس أخيرا جبتها. بصوا اللوجو الجديد اللي عملته للحلقة. ودي والأحمريكا الأزرقيكا الإسبايدريكا، يعني بصوا عامل شغل عالي، عامل شغل عالي جدا. بصوا اديله ادي يا دومي يا دو ودي. انا مبسوط. لا انا مبسوط. عامل شغل عالي 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 عالي. لا 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 لا. ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده. لا فرحان الفيلم النهارده. اخر خطوه في الورك فلو بتاعي، او الخطوه اللي قبل الاخيره، هي ان انا بعمل اكسبورت للفيديو. هنسميه ايه؟ تغيير الذات، او نسميه مثلا تغيير لا نسيت اسم الفيديو ايه يا ولاد. الفقدان، فقدان النفس. الله عليك، عايزينه 1080 عشان ندلع المشاهدين. ايوه كده، اديله ادي. يلا بينا. شفتوا الاغنيه الجديده بتاعت متغير ياما عن زمان بتاعت الفنان الجيار؟ بتنجاني بحبه حكله تاني. بموت في الجيار يا ولد. انا حطيت الثامبنيل اللي انا عاملها العاديه. بصوا دي اللي انا عاملها، حطيتها على شات جي بي تي، قلت له ما تشوف لي كده الثامبنيل حلوه، عشان انا مش شاطر فيها الصراحه. بص طلع لي ايه. بجد حلو قوي. انا محتاج ادخل الاي اي في شغلي شويه، عشان انا بجد تعبت. يعني بتعب قوي ان انا اعمل الثامبنيل، بتعب قوي ان انا مثلا اظبط الاعدادات بتاعت الفيديو على اليوتيوب. دي حوارات كبيره قوي، فممكن الاي اي يساعدني في الحاجات دي، واكون انا مسؤول عن جزء الكتابه والتصوير بس. فبجد انا لازم افكر في كده. وعايز اقول لكم الموضوع ده برضو، الناس مش بتبدا ليه؟ واحده من الاسباب اللي بتخلي الناس مش عايزه تبدا، هم intimidated باللي بيحصل. انا لسه بقى هصور، لسه هكتب، لسه هعمل، طب انا لسه هتعلم. بصوا في نقط كتيره قوي لازم تعرفوها قبل ما تيجوا تبداوا في حاجه. ان اي حاجه ممكن تتعمل، واي حاجه في الزمن ده سهله جدا انها تتعمل بالاي اي. يعني انت مثلا لو مش بتعرف تعمل ثامب نيلز، مش بتعرف تإيديت وتعمل الكفر وتعمل الحاجات دي، اهو بتضغط زرار على شات جي بي تي اتعملت. طب انا دلوقتي مش بعرف اكتب،
ساعات منصات على اليوتيوب او فيديوهات على اليوتيوب بتعلمك ازاي تكتب، ازاي تفكر. انت مش عارف ايه محتواك، حته على اذان والله، انا مش عارف ايه محتوايا. يعني انا لما بدات فعلا ما كنتش عارف ايه محتوايا على النت اصلا. كنت اعمل ليب سينكينج على التيك توك، وبعد كده كنت بعمل اكل على التيك توك، وبعد كده بدات اصيح على التيك توك. بعد كده لقيتني بسمع حاجات كده معينه وبحب احكيها بطريقتي، لحد ما وصلت ان انا بعمل بودكاست. فمش لازم خالص تعرف انت عايز تبدا منين او انت ايه محتواك، ابدا وخلاص. وبالنسبه للحاجات اللي انت خايف ان انت تعملها او تتعلمها، فانا بقول لك اهو انا بعملها معاك. البرنامج ده ببلاش، اللي انا بأديت عليه الفيديوهات بتاعتي ببلاش، لقيته على الكمبيوتر. ممكن برامج كتيره جدا ببلاش، اكتب لي بس وانا هقول لك ايه هي. كاب كات، كانفا ببلاش، بيكس ارت، الحاجات دي كلها ممكن تعمل عليها، تعدل عليها الفيديوهات. الاي اي ممكن يعمل لك كل حاجه، وممكن يكتب لك كمان، مع اني ما بحبش الفكره دي. بحس ان هو لو الاي اي كتب لك فانت عملت ايه؟ يعني لازم يكون في حاجه ليها توقيعك انت، او السيجنتشر بتاعتك، او طبيعتك، او طريقتك في الفيديوهات. فبس ابدا اي حاجه، مش لازم فيديوهات بقى، ابدا وخلاص. انا حبيت بس اديكم حته حكمه كده في النص قبل ما نكمل اليوم. وبكده خلصنا الفيديو الحمد لله، بيحمل بقى وهينزل هو لوحده بكره. تعالوا نعيش باقي اليوم عشان انا زهقت بزهق، يلا نعيش. المفروض نبدا نجهز دلوقتي، ماشي؟ استنى اوريكم البيفور وبعدها الافتر، يا رب اعرف اظبط الموبايل. ده قبل ما نجهز. and فاضل بقى الكفر بتاع الموبايل يا جماعه، الديتيلز اهم حاجه. يلا نحطه. نسيت اتعطر يا جماعه بجد، مش عارف اختار ايه. عايز اقول لكم حاجه بس ما تقولوش عليا مجنون. انا عندي برفان لكل مود. يعني مثلا ده للمناسبات المهمه قوي، ماشي، والخروجات المهمه جدا، مهمه مش حلوه، مهمه. ده للخروجات مثلا مع صحاب ورايحين في حته حلوه، حته نظيفه، حته فانسي، ماشي. ده الصبح ماشي، او خروجات البحر، او اي خروجات صيفيه عامه. دي خروجات بالليل، القعده بقى بالليل في العربيه، او القعده في حته في كافيه بالليل. حاسس ان انا مجنون صح؟ ده بقى والله ما عارف ده لايه، بس هو بيخلص، ما عايز اجيب غيره. هحط مش عارف يا جماعه، متوتر الموضوع صعب. All of my favorite stories end in some kind of good. مش عارف ارشه، مش عارف، خايف ارشه فهطلع ان انا مودي حاجه تانية. ماشي هاخد ده. All of my favorite stories. اوف، ده الاوبتمايزر بايظ، يا حول الله يا رب، يا حول الله يا رب، الكلب بتاعنا مات. خلاص نعمل ايه بقى؟ نتصرف. يلا بينا. نسيت اوريكم الجزمه. سبايدر مان ده ولا مش سبايدر مان؟ الوان احمر وازرق. عملت اللي عليا. مسكت الجزمه حطيتها في بقي. يلا هروح البس. وصلت اخيرا اخيرا. اللحظه الحاسمه. ما ينفعش اصوره. الناس لابسه لبس سبايدر مان. I love it I love it. فاضل لسه ساعه بجد، واقف قدام السينما عشان هو على طول الحق. بجد انا يعني مبسوط فشخ، مبسوط قوي. اول اتنين يدخلوا القاعه. ايه ده، في ناس. ندخل يلا بينا. بجد مكان عظمه، مكان عظمه، مكان عظمه. في نص الفيلم خلصت الفشور. هي باينه؟ مش عارف باينه ولا لا. لون وحش قوي. تعالى نطلع نجيب الكابتشينو. الفيلم خلص خالص. فيلم حلو قوي. انا مش الشخص اللي اصلا ممكن اعلق على اي حاجه لسبايدر مان، لانه تحفه تحفه تحفه. السينما كانت النهارده جامده فشخ، والناس كلها كانت عماله تسقف وتغني وتزعق. تعرف ازاي الفرق بين واحد فعلا مارفل فان او لا، بان هو هيمشي بعد قبل الكريدتس ما تخلص ولا لا. لو حد ماشي قبل ما الكريدتس تخلص فهو مش فان اصلا، مش فاهم ايه اللي بيحصل. خلصت الفيلم وروحت. تعالوا نروح على صحابي او صاحبتي. عامله ايه يا حاج؟ ايه الاخبار؟ فيلم حلو قوي.
اتفرجت على فيلم جميل وكنت مبسوط بيه قوي، لانه فيلم عارفه بيمسني من طفولتي كده، انا بحبه قوي. اهي اسمها بكيزه. عايزه اتنين بحب العب معاه قوي. بس كده يومي خلص، انا عايز اطلع بقى اخد لي شاور محترم، وبعد كده اعمل ايه يا بكيزه؟ اكل، لازم اكل عشان انا جعان. بعد كده بقى اقعد اصوت واحكي لاصحابي كلهم على اللي حصل في بص الكاميرا بت. وبعد كده خلاص انام بقى، انا تعبت. يلا باي باي. رجعنا المطبخ تاني، والمطبخ ده بلف وقوم رجع له. احب اكل حاجه خفيفه قبل ما انام، فلقيت حله فيها رز وفراخ، قلت ليه لا، بروتين قبل النوم حلو وجميل. اسخنه بقى، يلا مايكرويف. في اندومي، مش مشكله نبقى نحلي بيها بقى بعدين. الاحمر شكله عليكي خطير وخطير خالص، يا فراولة نفسي اعملها عصير خالص. حلوة الدنيا وحلوة الايام، ده سبايدر مان ولعها يا ناس. بهوسي الشديد بسبايدر مان. انا عندي هوس تاني برضو، وهو بس ده اكتر بقى، ده الفنان القدير هاري بوتر. بعشقه، بموت في حاجه اسمها هاري بوتر الصراحه، وشايف ان هو اعظم حاجه اتعملت في الكون ده بعد الفنان تامر الجيار. عارفين انا النهارده انبسطت وعملت كل حاجه حلوه وصورت وعملت فلوج. مين بقى اللي بيعاني؟ اللي بيعاني بقى ادهم، اللي بيعمل اديتس، بيشوف بقى كميه الاي دي اتش دي اللي انا بعملها، وكميه الحاجات اللي داخله في بعضها، والفيديو اللي يقفل في النص اكون بتكلم فجاه اسكت وهو مطالب ان هو يحل الموضوع. فدي اجمل حاجه بجد، اللي انا بنبسط وانا بتعب برضه، بس يعني في شخصيتين. الله. هو انتوا قاعدين ليه بتتفرجوا عليا وانا باكل؟ من اول فيديو كل ما اكل قاعدين تتفرجوا عليا. اليوم خلص. كنت بحب الفيلم بتاع صغير على الحب ده قوي. خلصنا اليوم، مش صدق بجد. انا عايز اقول لكم ان انا الاسبوع ده اللي هينزل فيه الفيديو كان اسبوع صعب قوي، مليان مجهود ومليان توتر وقلق، مليان كان مليان بحاجات نفسية اكتر ما هي حاجات مادية. بس الحمد لله عدى، واعتقد ان كانت مكافئته انه اشوف الفيلم اللي انا بحبه واحجز تذكرة الناس مش لاقيها. انتوا عارفين ان في حد وقفني قال لي هشتري تذكرتك ب 300 400 جنيه. قلت له لا مفيش، حتى لو 1000 جنيه مش هديها لك. قمت مشوح كده. لا بجد كان يوم حلو، ويا رب الاسبوع يكمل يبقى حلو ويجي لي خبر كويس يا رب باذن الله. وبكره او يعني المفروض النهارده كمان كام ساعه هينزل البوم اريانا جديد، وهعرفكم في الستوريز عنه يعني. وبس انا هبقى انام بقى. احب اشغل موسيقى وانا نايم، كان نفسي اوريكم الموسيقى واسمعها لكم، بس اليوتيوب هيقفل لي الفيديو لو فتحت. كام داون. اهدي يا ماجدة. تصبحوا على خير، ويومكم او اسبوعكم سعيد. واعملوا لي سبسكرايب، والنبي اعملوا لي سبسكرايب عشان اوصل لل 100 مليون 100 الف واخد درع اليوتيوب ماما تحمر عليه بطاطس. السلام عليكم.